بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم في هذا اليوم من مساجد منطقة خان يونس في قطاع غزة. وكما قلنا أيها الإخوة والأخوات، هذه أرض مقدسة من شمال فلسطين إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. هذه الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين، هذه أرض النبيين، هذه أرض المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. هذه الأرض أرض الصبر والرباط، هذه أرض الأجر والثواب، هذه أرض المساجد، أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. ونريد أيها الإخوة والأخوات أن نستضيف في هذه الحلقة الشيخ محمد الغلبان، رئيس قسم المساجد في أوقاف خان يونس. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ محمد الغلبان. حياك الله في استوديوهات قناة مكس معا. ونريد معا أنا وإياك أن نطلع المشاهدين والمشاهدات الذين يروننا داخل فلسطين وخارجها، عربا وأجانب، مسلمين وغير مسلمين، على خان يونس، هذه المدينة التي تربط على كتف البحر الأبيض المتوسط في جنوب فلسطين. متى أسست هذه المدينة ولماذا سميت خان يونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. خان يونس مدينة العلماء، ومدينة منارة من منارات العلم، ومنارة من منارات الفقه في بلدنا فلسطين. أساس المدينة وتأسيسها بدأ في عهد دولة المماليك. هذه الدولة التي أمر ملكها الملك برقوق أن يتم إنشاء خان على الطريق ما بين بلاد الشام وأرض الكنانة. هذا الخان الذي سمي بهذا الاسم، سميت المدينة على اسمه، كان الباني له الأمير يونس النوروزي الدويدار. هذا الأمير كان يحمل أختام الملك برقوق، وسميت القلعة أو هذا الخان أو الفندق باسم الملك برقوق، وهي أهم المعالم التاريخية الموجودة في منطقة خان يونس. لو جئنا نجمع الاسمين، فخان هي معناها الفندق، ويونس نسبة إلى ذلك الأمير الذي أشرف على بناء هذا الخان، فكانت مدينة خان يونس. طبعا يقال أنها بنيت على أنقاض مدينة قديمة رومانية كانت تسمى مدينة جنيس، لكن الذين وضعوا هذا المكان، وضعوا هذا الخان، هم المماليك على طريق القوافل وطريق الفرسان ما بين أرض الشام وأرض الكنانة. ثم بدأت الأمور تتوسع، حيث سكن بعض العرب الرحل حول هذا الخان، وتكونت المدينة، وازداد عدد الساكنين داخل الخان والساكنين حوله، حيث كان في الخان غرف للقوافل أو للذين يمرون من على هذه الطريق. كذلك في الخان بئر للمياه، ويوجد بالخان أول مسجد في هذه المنطقة، وهو مسجد القلعة. ما تزال مئذنة هذا المسجد شامخة إلى يومنا هذا، حيث تم ترميمها مؤخرا بجهود واضحة من وزارة السياحة والآثار. لكن مع اتساع المدينة واتساع رقعتها الجغرافية وازدياد عدد سكانها، المسجد الذي يوجد داخل القلعة لم يستطع أن يستوعب كل الناس. مؤخرا في العهد القريب وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، تم بناء أول مسجد بالقرب من هذا الخان أو هذه القلعة، وهو
مسجد خان يونس الكبير، لعلنا نتحدث عنه بالتفصيل إن شئت يا شيخنا الكريم. تفضل، يعني بالتفصيل ليس الممل، لأننا يعني معنيين بأن نطلع المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، ومعنيين بالرجال والنساء معا والذكور والإناث على بقاعنا المقدسة وهذه الأرض التي تشهد لله بالوحدانية. الحقيقة يعني المسجد الكبير تأسس سنة 1926 بجهود من أهالي المنطقة. وضعوا يعني مسجد توسط المنطقة، كان أوسعها وكان أجملها محرابا. هذا المسجد يعني كان يؤمه شيخان من أهم الأشياخ الذين كانوا في مدينة خان يونس، وهما الشيخ نعمان القدوة والشيخ سعيد الأغا. توسع المسجد أكثر من مرة بعد بناء مئذنته سنة 1953 بالاتجاه الغربي، حيث تم بناء متوضأ وعدد من المرافق للمسجد، المكتبة وغير ذلك. ثم ما تزال عمليات الترميم والإصلاح والتوسيع في المسجد إلى هذا الزمان، ولكنه أيضا ضاق بالناس لازدياد أعدادهم، فاحتاج الناس فعلا أن يعيدوا بناء هذا المسجد، خاصة بعد تصدع بعض جدرانه. الأمر الذي دعا وزارة الأوقاف إلى تشكيل لجنة إعمار له منذ فترة، هذه اللجنة عكفت على جمع التبرعات له، وجمعوا فعلا مبالغ كبيرة له، إلا أنه يعني ازدادت الحاجة إلحاحا إلى إعادة بناء المسجد بسبب تعديل مسار القبلة فيه، حيث أننا اكتشفنا أن القبلة منحرفة في المسجد الكبير بشكل يعني كبير، حيث أنها كانت أو درجة انحرافها وصلت إلى 37 درجة. وبفضل من بعض الجهود لبعض الأشياخ في المنطقة يعني عكف الإخوة على تعديل القبلة، وفعلا عدلناها بعد أن سوقنا لهذه الفكرة أمام الناس، وتم تعديل القبلة في المسجد، ولكن مع تعديلها نقصت المساحة، الأمر الذي دعا أو زادت فيه الحاجة إلى إعادة بناء المسجد. فعلا كانت هناك جهود واضحة من إخوة فضلاء من عائلة الأغا تبرعوا بأن يقوموا ببناء المسجد من جديد، ما شاء الله، إضافة إلى مرافق كثيرة في عمق المدينة. يعني كلف مشروع البناء مع المرافق التي حول المسجد في مركز المدينة أكثر من 10 ملايين دولار. سيبدأ، وهذه بشرى نزفها للناس من هذا المنبر، أنه سيبدأ إعادة بناء مركز المدينة والمسجد الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى بعد عيد الأضحى مباشرة. يعني العائلة تبرعت بال10,000 دولار مسجد من 10 ملايين دولار، العائلة منها تقريبا 3 ملايين لصالح بناء المسجد فقط، أي عائلة الأغا متمثلة في كل من الأخ خيري الأغا وهو أخ محسن مشهود له بالخير، والأخ محمد كمال الأغا وهو كذلك أيضا. سيبنوا المسجد عبارة عن بدرم طابق تحت الأرض و3 طوابق عليا، بالإضافة إلى مئذنتين شامختين يعني سيعلو من فوقهما الأذان على محافظة خان يونس جميعها. هذا هو أول مسجد تأسس، والآن سيصبح منارة من المنارات الكبيرة في محافظة خان يونس. وبعد ذلك يعني تعاقبت الأمور وتأسست مساجد أخرى في أمرين ملفتين للنظر. تفضل. نعم، الأمر الأول اللي هو هذا السخاء الذي موجود في أهل فلسطين، وكل هذه المساجد معظم المساجد تبنى بجهود فلسطينية محلية ومن أهل الخير والإحسان، سواء الذي دفع مبلغا زهيدا أو الذي دفع مبلغا كبيرا أو الذي عمل بجهده وعرق جبينه، فجزى الله المتبرعين في بناء مساجد فلسطين بيوت الله سبحانه وتعالى مساجد الأرض المقدسة خير جزاء. الأمر الثاني الملفت للنظر يا شيخ محمد اللي هو موضوع القبلة وتعديلها. يعني الآن في معظم مساجد العالم التي بنيت مثلا قبل سنة 2000 كانوا يجتهدون في تحديد القبلة ويستخدمون البوصلة العادية التي ممكن أن تحدد القبلة ليس بالدقة الكافية. الآن بعد ما وضع الجوجل خارطة الكرة الأرضية بين الأيادي، وهناك من اجتهد على الجوجل ووضع تحديد القبلة على الجوجل، يعني أنا وجدت في انحراف كبير. يعني هل يعني هناك علماء مثلا اجتهدوا
لمسجد خان يونس وحده، أم أن هناك ستقوم جهود من أجل تصحيح القبلة في جميع المساجد، أم أن ذلك لا يلزم؟ الحقيقة هي يعني لو أردنا أن نتحدث، يعني كنت سأتحدث في هذا الموضوع في إطار الأنشطة اللي قامت فيها المساجد أو قامت بالمساجد في المرحلة السابقة. الحقيقة يا شيخنا يعني تصدرت دائرة الأوقاف ودائرة أوقاف خان يونس بالذات إلى يعني أطلقت حملة سمتها حملة تصحيح القبلة في كل مساجد المحافظة، واستهدفت طبعا تقريبا 200 مسجد أو ما يزيد على 200 مسجد تم تصحيح القبلة فيها بأدق الوسائل الحديثة. لم نستخدم جوجل فقط، إنما استخدمنا كثير من الوسائل، منها استخدام الجي بي اس عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك استخدام البوصلات بتحديد إحداثيات الأرض على قطبية الأرض بشكل كامل، وتحديد يعني القبلة بشكل دقيق إلى يعني بدقة متناهية. وفعلا بعد أن تم تسويق الفكرة للناس بحيث يعني لا نصطدم باعتراضهم على هذا الأمر، جمع العلماء في المنطقة في محافظة خان يونس، جمع معهم أيضا أو حضر معهم الأخ المفتي الشيخ إحسان عاشور، ويعني حدثت مجموعة من الندوات ومجموعة من الدروس أمام الناس في كثير من المساجد، خاصة المساجد التي اكتشفنا فيها الانحراف الواضح. ويعني تقبل الناس هذا الأمر بصدر رحب، وفعلا تم تعديل القبلة في كل المساجد أو كل مساجد محافظة خان يونس بفضل الله سبحانه وتعالى بتلك الوسائل التي استخدمناها، يعني والتي كان لها أثر كبير في إصلاح عبادة الناس وإصلاح شؤونهم الدينية. خلينا نأخذ دقيقتين ثلاثة زيادة على هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع حساس وضروري ومهم. بدنا نضرب مثالين، المثال الأول أهل المدينة المنورة، والمثال الثاني أهل مكة المكرمة. أهل المدينة المنورة كانت القبلة باتجاه بيت المقدس في الستة أو 17 شهرا الأولى من الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وكانوا الناس يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت السورة أو الآيات في سورة البقرة التي تطلب من الناس أن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وطبعا طلع عليها شائعات واليهود اعترضوا، كان اليهود حريصين على مصلحة قبلتنا، وسبحان الله العظيم انهم حاولوا إثارة البلبلة، ولكن إيمان أهل المدينة كان راسخ لدرجة أنهم استجابوا لله والرسول. يعني كان يكفي واحد أن يذهب إلى مسجد قباء ويقول لهم حولت القبلة إلى الكعبة، فيتحولوا أثناء صلاة العصر، الركعتين الأولانيتين صلوا إلى البيت المقدس، والركعتين الثانيتين تحولوا حوالي 180 درجة إلى الكعبة المشرفة. لكن أهل مكة طبعا التحية والسلام لأهل مكة الجدد والقدماء والأهل المدينة عليهم الصلاة والسلام، وقصدي رضوان الله عليهم على نبينا الصلاة والسلام. وأهل مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك، تحدث مع ستنا عائشة رضي الله عنها، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بهدم الكعبة وإعادة بنائها على بناء إسماعيل، على قواعد إسماعيل أو على قواعد إبراهيم. فالمهم إحنا عشان يعني طرقنا هذا الموضوع بدنا نقول لأخوتنا أئمة المساجد والقائمين على بناء المساجد اللجان، يعني تستعجلوش في موضوع تدقيق القبلة، لا تستعجلوا حتى تتأكدوا أولا من قبول الناس لهذا الأمر وعدم حصول بلبلة وفتنة، وكذلك من دقة الآلات التي تستخدمونها في تحويل القبلة. بدنا نسأل أخونا محمد إن كان عنده خبرة، يعني هل الأدق الجوجل أم الجي بي اس أم البوصلة أم كلها معا، مين الأقرب إلى الصحيح؟ لأنه بيقولوا لنا المسجد الفلاني منحرف كذا والمسجد العلاني منحرف كذا وكذا، كل واحد بيجيب هالماكنة اللي عنده بفحص. ما رأيك يا شيخ محمد؟ الحقيقة يا شيخ الأمر يحتاج إلى استخدام عدة وسائل حتى نصل إلى أعلى درجة من الدقة. يعني إذا استخدمنا وسيلة واحدة وعضد هذه الوسيلة وسيلة أخرى وثالثة، يعني الأمر يعني يعطينا يقين أكبر. الحقيقة الموضوع الذي ذكرته في أنه قد يكون الناس يعني قد يكون ثقيل عليهم أن يغيروا القبلة، هذا
يعني وجدناه في يعني أثناء عملنا في تحديد أو تعديل القبلة، ولكن يعني بجهود المشايخ يعني وشرحهم لهذا الأمر وحرصهم على إصلاح عبادة الناس، الحمد لله تجاوزنا هذا الأمر، ويعني انطلقنا إلى أمور أخرى بعدما أنهينا هذا الأمر بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن هذه دعوة طبعا إلى جميع الإخوة في كل المساجد إلى أن يعني ينفذوا هذه الفكرة في مساجدهم. يعني إذا كان الكلام الذي يصطدم به المشايخ في المساجد متعلق بأمور يعني يقول الناس كنا نعبد الله سبحانه وتعالى منذ 30 أو 40 سنة في هذا الاتجاه، يعني أنتم كأنكم يعني بهذا التعديل تغيروا أمورنا، يعني وكأن عبادتنا السابقة أصبحت غير صحيحة. طبعا هذه الأمور بجهود المشايخ تتضح للناس بسهولة، ويستطيعوا بفضل الله عز وجل أن يتجاوزوا هذا الأمر وينتبهوا إلى أمور أخرى متعلقة بالدعوة والقرآن وغير ذلك من أنشطة المساجد. بارك الله فيك. طبعا خلينا ننتقل لموضوع المساجد عشان الوقت يعني قرب يداهمنا، لأن سننتقل إلى ضيف آخر. فخلينا نقول يعني بالنسبة لمساجد خان يونس يعني أعطينا نبذة سريعة عنها. يعني مساجد خان يونس بعد بناء المسجد الكبير في خان يونس واتساع المحافظة إلى أنها صارت تشمل عدد من الضواحي والقرى، أصبحت الحاجة أمس إلى يعني افتتاح مساجد أخرى في المحافظة، فتم افتتاح عدد من المساجد الأخرى، منها مسجد أبو عبيدة افتتح في سنة 1936، وغيره من المساجد المترامية في أطراف المدينة المختلفة. طبعا مساجد المحافظة فيها عدد من الأنشطة، عدد من الفعاليات، يعني لعلنا لو تحدثنا في مجموعة من هذه الأنشطة نتحدث عن النشاط الوعظي. النشاط الوعظي في المرحلة السابقة يعني لا يكاد يخلو مسجد من درس أو 2 في كل يوم. النشاط الوعظي في محافظة أو في مساجد خان يونس يعني أصبح جليا واضحا بعد عدة فعاليات تم أو قامت في محافظة خان يونس، منها مثلا الدروس المنهجية التي قامت في كثير من المساجد، حيث أنه يتم اختيار بعض العلماء من كبار العلماء في المحافظة ليلقوا دروسا منهجية من خلال كتب يتم دراستها من أولها إلى آخرها على تلاميذ يتعلموا هذه الكتب، يتعلموا هذا الفقه من شيوخهم وينقلوه إلى غيرهم. كذلك من الأنشطة الدعوية التي كانت موجودة في مساجد محافظة خان يونس في المرحلة السابقة الدورات العلمية. الدورات العلمية إذا أردت أن تستدل على يعني اتساعها فاسأل عن المستفيدين منها، فقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات العلمية في مساجد محافظة خان يونس أكثر من 1220 شخص. الدورات هذه تنوعت ما بين دورة في فقه الطهارة والتوحيد والدعوة، وكذلك في فقه الجنائز وغيرها من أنواع الفقه المختلفة. كذلك من الأنشطة التي قامت في مساجد المحافظة الحملات الدعوية المختلفة، والتي كان من أهمها حملة صفقات رابحة. هذه الحملة يعني استهدفت المساجد في صلاتي المغرب والعشاء، حيث تم شحذ 100 من الوعاظ على هذه المساجد ليتحدثوا في مواضيع حساسة يحتاج إليها الناس. أما في الجانب القرآني وجانب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، قد بلغ عدد المراكز الموجودة في مساجد المحافظة أكثر من 70 مركز. بلغ عدد الطلاب المنتمين لهذه المراكز أكثر من 1100 طالب، وكذلك طبعا هذا بس فقط الطلاب الذكور، يعني لعل الأخت التي ستأتي بعدي ستتحدث على مستوى القطاع حول الطالبات وعددهن أكثر بكثير من هذا العدد. كذلك في مجال القرآن مسألة أو قضية الدورات المتعلقة بدورات التلاوة، فقد بلغ أيضا عدد المستفيدين من دورات التلاوة أكثر من 1040 مستفيد في نهاية هذا العام. كذلك طبعا دورات التلاوة تنوعت ما بين تلاوة تأهيلية ودورة تلاوة عليا، وكذلك تأهيل للسند ودورة في السند نفسه. كذلك يعني كثير من
الإخوة يعطون سندا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في محافظة خان يونس. وهناك أنشطة متعلقة بأمور المساجد من ناحية النهوض بها، منها ما تحدثنا عنه اللي هو نشاط تصحيح القبلة الذي تحدثنا عنه قبل قليل. كذلك يعني لا نألو جهدا في المساجد أن نبني المزيد من المساجد في محافظة خان يونس. الآن في محافظة خان يونس أكثر من 30 مسجد قيد الإنشاء. التكلفة الإجمالية التي تم يعني اعتمادها إلى حتى الآن لهذه المساجد، طبعا بجهود الخيرين والمحسنين من أهل المنطقة، تقريبا أكثر من 11 مليون دولار لهذه المساجد، طبعا من ضمنها المسجد الكبير. أيضا توسعت أنشطة المساجد، فلم تقتصر على المساجد فقط، وإنما توسعت إلى خارج المساجد. أردنا أن نبتدع أمرا أو أردنا أن يعني نفعل شيئا جديدا، حيث قمنا بافتتاح عدد من المصليات على شاطئ بحر خان يونس. تقريبا افتتحنا 4 مصليات، خاصة في فترة الصيف، فترة الاصطياف. الناس يقضون معظم أوقاتهم كانوا في الفترة السابقة على شاطئ البحر، فكان بفضل يعني نصيحة من بعض الإخوة أن تم افتتاح 4 مصليات يعني يقوم الناس يصلي فيها الناس على شاطئ البحر، وهذا كان له أثر إيجابي وأثر جميل جدا على المصلين في محافظة خان يونس، أنهم كما أنهم يستطيعون أن يصلوا في حواريهم وفي قراهم في مناطقهم وحاراتهم، كذلك يصلون على شاطئ البحر في مساجد أعدتها دائرة أوقاف خان يونس لهذا الأمر. جزاك الله خيرا. يعني أنت نسيتنا الحصار هيك، يعني أنت بهذا الشكل بارك الله فيكم. يعني المسلم داخل الحصار كأنه ليس في داخل الحصار، والمسلم في خارج الحصار كأنه داخل حصار، يشعر مع إخوانه المحاصرين. فعلا يعني أبدعتم في موضوع التعليم المنهجي في المساجد. يعني هناك مساجد كثيرة فيها دروس عشوائية، وهذه الدروس العشوائية قد تطرق باب القلب وتفتح فيه فتحة للإيمان، لكنها لا تشحن هذا القلب بالإيمان المطلوب. إلا أن الدرس المنهجي، يعني لو كنا بدنا نقرأ كتاب عقيدة المسلم على سبيل المثال وقرأناه من أوله إلى آخره، أو رياض الصالحين قرأناه من أوله إلى آخره، أو صفوة التفاسير وقرأناه من أوله إلى آخره، فبعد سنة بحس المصلي بأنه جنى شيئا من العلم وزاد إيمانه بطريقة منتظمة وليس بطريقة عشوائية. ففعلا يعني أبدعتم في هذا المجال وجزاكم الله خيرا. لكن قلنا يا أخانا الحبيب، يعني كيف تتغلبون على مشكلة الحصار في إنشاء المساجد وجمع هذا الكم الهائل من التبرعات؟ يعني شيء يعني فعلا أنه يعني كأنكم لستم في حصار. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود المحسنين يعني تتم هذه التبرعات. لا أخفيك سرا أن كثير من هذه التبرعات تأتينا من الخارج، وإن كان الذين يتبرعون في الخارج هم يعني يمتدون بأصولهم إلى مدينة خان يونس، لكنها فعلا يعني نعتمد كثيرا يعني بنسبة ما فوق 70% على مجهودات ذاتية من أهالي منطقة خان يونس. يعني كل مسجد يتم إنشاؤه في المنطقة يتم عمل لجنة إعمار له. هذه اللجنة تقوم يعني جمع التبرعات من أهل الحي خلال الجمعات المختلفة، خلال الصلوات المختلفة، وتجتمع الناس يعني تجمع الناس هذه الأموال وتضعها أمام لجان الإعمار، وتقوم لجان الإعمار بالإشراف على إعمار المساجد. طبعا الأوقاف تتابع هذه اللجان وتتابع شؤونها وتشرف عليها بشكل كامل، وتشرف على الصرف والإيداع، وكذلك تشرف على أعمال البناء وتوريد الخرسانة ومواد التسليح والحديد وغير ذلك. طبعا لا يخفى على أحد أن غزة يعني تعاني من حصار شديد. نعم. هل الحصار سمح الآن بإدخال المحاصرون، القصد يعني سمحوا بإدخال هذه المواد اللي هي كانت ممنوعة سابقا مثل الإسمنت والحديد والحصمة وما شابه ذلك؟ الحقيقة يا شيخنا الحصار ما زال محكما. عدونا يعني لا يدخل علينا يعني أي شيء متعلق بمواد البناء. الاعتماد كامل الاعتماد على أشقائنا المصريين من خلال الأنفاق المنتشرة على الحدود.
طبعا الأنفاق لم يكن لها دور فقط في مسألة مواد البناء وخاصة يعني بناء المساجد، كان لها دور كبير كذلك في مواد التموينية وغير ذلك. ولذلك هذه فرصة أن نتحدث عما جرى البارحة من حادث مؤسف، يعني قام به أناس موتورون. يعني هؤلاء الناس الذين يعني لم يكن أثر لما فعلوا سوى أن يزيد حصار غزة. إذا كان قبل ذلك يدخل علينا مواد البناء وتدخل علينا المواد التموينية ونعيش يعني ظروف نستطيع أن يعني نتعايش فيها هنا في قطاع غزة، لعل هذا الحادث يترك أثر سلبي جدا. وهذا ما سمعناه من إخواننا أو كثير من الناس في مصر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الحلم، وأن يعني يتبينوا هذا الأمر، أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر إخوة أو أناس موتورون، يعني لا علاقة لغزة بهم ولا مصلحة لغزة أن تفعل مثل هذا الأمر، لأن مصر هي شريان غزة الذي تتغذى غزة عليه، فلا نقتل أنفسنا بأنفسنا. يعني هذا أمر خطير الحقيقة. هو يعني هذا الأمر يعني لعلنا يعني نجد حكمة في مصر يعني فلا نعاني ظاهر عليه في المستقبل. نعم، يعني هذا الأمر طبعا واضح أنه ملعوب، يعني ليس أمرا طبيعيا، ليس أمرا وطنيا، ليس أمرا إسلاميا، وإنما هي لعبة ملعوبة من أجل يعني تعكير صفو العلاقات. و خلينا نقول يعني هناك أيدي خفية تعبث بالوضع بين غزة ومصر. المهم يا أخوتي يا كرام، في نهاية هذا اللقاء الأول مع أخينا محمد، يعني لابد أن نشكره، فجزاه الله خيرا وجزى القائمين على بناء المساجد في مدينة خان يونس ومحافظة خان يونس وغيرها من بقاع هذه الأرض المقدسة وغيرها من بقاع الأرض كلها، جزاهم الله خيرا، لأنهم يعمرون مساجد أذن الله أن ترفع، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الواو هذا مني، لكن الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. طبعا في جزء آخر يأتيكم الآن من هذه الحلقة المخصصة بمساجد قطاع غزة. وطبعا هذا العنوان، عنواننا أن المساجد ليست للرجال فقط، المساجد ليست للرجال فقط، لأن ديننا ليس دينا ذكوريا، إنما عندنا سورة اسمها سورة الإنسان. امبارح أخت نكرت لنا في سورة اسمها سورة النساء، وإحنا بنقول اليوم في عندنا سورة اسمها سورة الإنسان. الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، الإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عدوا أو صديقا، سواء كان مسلما أو كافرا، دين الله سبحانه وتعالى دين الإنسان، دين نزل لكل أنواع البشر، بل أن كل المخلوقات تستفيد من دين الله سبحانه وتعالى. قال ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد ألحن في بعض كلمات الحديث، بدي أقول بما معناه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يستغفر لمعلم الناس الخير أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في قعر البحار والمحيطات، والطيور في أوكارها، والنملة في جحرها، يستغفرون لمعلم الناس الخير، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك كل أهل السماء وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها، والطيور في أوكارها، والحيتان في قعر البحار والمحيطات، لا يدعون على معلم الناس الشر، يقولون منعنا الخير بسببك قاتلك الله أو لعنك الله. فلذلك يعني الله يهديهم فاعلي الشر، ونسأل الله أن يفتح أبواب الخير للناس. إخوتي وأخواتي، هذا شهر رمضان الذي ينادي فيه مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نسأل الله أن يوفق عمال الخير ودعاة الخير وفاعلي الخير، أن يوفقهم الله لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا لفاعلي الشر المجرمين خلينا نقول الظالمين. نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يعافي بلادنا وأمتنا وإنسانيتنا كلها من شرورهم، إنه سميع قريب مجيب. أيها الإخوة والأخوات، طبعا نحن الآن في قطاع غزة مرة أخرى، وطبعا مع أخت كريمة
لأن مثل ما قلنا الدين ليس للرجال فقط. نحن مع أخت كريمة هي مدير عام العمل النسوي في وزارة الأوقاف في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك أختنا كفاح، حياك الله في فضائية ميكس معا. ونريد أن نطلع، لأن الدين ليس للرجال فقط، وأهل غزة تفننوا في مقاومة الحصار. مقاومة الحصار ليست بالعنف فقط، وإنما مقاومة الحصار بالبناء. مقاومة الحصار ليس بالبكاء فقط، ولكن مقاومة الحصار بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإدخال السرور على قلوب المسلمين والمسلمات. من أكثر العبادات حبا لله سبحانه وتعالى التي يحبها الله ويؤيدها هي إدخال السرور على قلوب الناس. إدخال السرور على قلوب الناس. الله سبحانه وتعالى يحب أن تربى هذه الأجيال. المساجد تفتح ذراعيها ليس للرجال فقط، وإنما كذلك للنساء. وأنا ضد كل دعوة تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، وضد كل دعوة تمنع المرأة من الذهاب للمسجد الأقصى المبارك بالذات. صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني الأصل أن تأتي للمسجد، ولكن إذا كانت بيئة المسجد قد توفرت في البيت فيكون البيت خيرا من أن تذهب إلى المسجد. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها هذا إذا توفر في بيتها جو وبيئة للصلاة كبيئة مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا الرجال أمناء على الدين ينقلون ما يتعلموا في المساجد إلى نسائهم في البيوت، ثم المسجد الأقصى المبارك بالذات يستصرخ ويستغيث. المسجد الأقصى يريد جهد كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة. المسجد الأقصى يريد أن تمتلئ القدس كلها بالمسلمين، لأن هذه القدس هي لله، هي للمسلمين. القدس عربية فلسطينية إسلامية. وطبعا معنا الأخت كفاح الآن في قطاع غزة، مش بعيد عن القدس. إذا أهل يافا بعاد قد أهل غزة، أهل حيفا أبعد من أهل غزة عن القدس، أهل عكا أبعد، أهل شفا عمر كفر كنا أبعد، لكن الجدار قد حال بين غزة وبين القدس. وإن شاء الله سيزال الجدار ويحل الأمن والسلام على هذه الديار، وندخل مساجد الله آمنين كما وعدنا رب العالمين. أختنا كفاح، كيف العمل النسوي في قطاع غزة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. بداية في هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر إخوتنا القائمين على هذه الفضائية المباركة لإتاحتهم لنا هذه الفرصة لنتكلم عن العمل النسوي في قطاعنا الحبيب غزة. ولكن قبل أن نتكلم نبرق بتحية من أعماقنا إلى أهلنا وأحبتنا في الضفة الغربية، تحية ملؤها الحب وملؤها الشوق لكل شبر في أرضنا وضفتنا الحبيبة. ونخص أقصانا الحبيب الذي يصرخ ويستصرخ، فإن لم تكن الأجساد قادرة إلى أن تصل إليه فقلوبنا دائما معه، وألسنتنا تلهج بالدعاء أن يحرره الله عز وجل عما قريب. إن كنا نتكلم عن العمل النسائي بوزارة الأوقاف أو في قطاعنا الحبيب، نقول بفضل الله عز وجل هناك نقلة نوعية متميزة، هناك وعي واضح ومتميز لدور المرأة في المجتمع. لأن المرأة كما لم يتصور الآخرون، كما كان يظن الآخرون أن المرأة هي مجرد تقوم على شؤون بيتها فقط رغم أهمية وعظم هذه المسؤولية، ولكن المرأة هي تقود أمة، والمرأة تمثل المجتمع، فهي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، فهي وهي زوجة وهي ابنة وهي مربية، هي طبيبة، هي مهندسة، هي معلمة، هي كل الوظائف تشغلها. إذن لابد للمرأة أن تأخذ وضعها الحقيقي
وأول وضع لابد أن تأخذه هذه المرأة هي معرفتها بدينها وبأحكام شرع ربها سبحانه وتعالى. فإذا عرفت الغاية التي هي من أجلها خلقت، فتعرف الطبيبة أن لها رسالة عظيمة، وكذلك المهندسة وسائر المهن، لأنها تعرف أنه لا يوجد أحد كرمها كما كرمها هذا الدين العظيم. كرمها وجعل لها سورة في القرآن باسمها سورة النساء، وذكر كثير من النساء بالقرآن الكريم بأسمائهن وكرمهن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. المرأة كانت مجاهدة، المرأة كانت مربية، المرأة كانت في المعركة، المرأة كانت هي رئيسة الوزراء للنبي صلى الله عليه وسلم. أول من آمنت خديجة رضي الله عنها، كانت المفتية التي تفتي للرجال عائشة رضي الله عنها وأرضانا أم المؤمنين، وأم سلمة والصحابيات الجليلات جميعا. إذن حري بنا أن نفتخر بانتمائنا لهذا الدين العظيم، وحري بنا نفتخر بأننا معشر النساء أكرمنا الله سبحانه وتعالى وكرمنا مكانة عظيمة. هذا بالنسبة لطبيعة المكانة وفهم المرأة لدورها الحقيقي. نقول نحن في الإدارة العامة للعمل النسائي بوزارة الأوقاف نشغل حيزا كبيرا بفضل الله. الإدارة العامة تنقسم إلى 3 دوائر: دائرة العمل النسائي، ودائرة التدريب والتنمية، ودائرة التوعية. دائرة العمل النسائي بقسميها العظيمين: قسم التحفيظ وقسم الوعظ. قسم التحفيظ على مدار القطاع بفضل الله عز وجل يوجد حوالي 300 أو 400 مركز تحفيظ للطالبات فقط. تشرع عدد من الطالبات في هذه المراكز محفظات مثبتات، ما بين مثبتات وبطالة، ومتطوعات أيضا، جيش كبير من المتطوعات اللواتي يؤمن بضرورة تزكية العلم وضرورة الأخذ بدورها في هذا المجتمع. ونحن بفضل الله عز وجل منذ 2007 عقدنا فكرة المخيمات القرآنية التي كانت في الإجازة الصيفية، وكانت خطة مدروسة لها هدف هو استثمار أوقات أولادنا وبناتنا في هذه العطلة الصيفية، لأنها ليست للعب. وبفضل الله كانت هناك ثمار وجهود عظيمة ونتائج متميزة. لكن بعد ذلك قمنا بدراسة هذا المشروع وقيمناه، فأصبح المشروع المخيم يتناول عدة مراحل: القرآن كامل 20 جزء، 10 أجزاء، 5 أجزاء، و3 أجزاء. ونجح الحمد لله بفضل الله عز وجل. ونحن الآن في هذا العام 2012 التحق حوالي 5000 طالبة في مراكزنا، وهن الآن في فترة الاختبار بالأجزاء اللواتي التحقنا بها. كذلك المشروع العظيم الآخر هو مشروع تثبيت القرآن الكريم. الأخت التي أتمت حفظ القرآن لها على مدار العام تثبيت للقرآن، حيث هذه الأخت على مدار العام أو على فترات متقطعة على حسب طبيعة وقتها في الدراسة، جامعة أو طالبة مدرسة أو حتى موظفة أو حتى ربة بيت، تراجع عندنا القرآن كما ضمن خطة مدروسة وممنهجة بفضل الله عز وجل يعدها قسم التحفيظ. وهذا المشروع قيم يدرس فيه المتشابهات، بداية الأجزاء والأرباع، حتى تكون متمكنة دراسة بعض معاني الكلمات أو كثير من معاني الكلمات وتفسير الصور بفضل الله عز وجل. هذا بالنسبة لقسم التحفيظ الذي حوالي عندنا 200 موظفة تعمل في هذا القسم الطيب المبارك. أما إذا انتقلنا إلى قسم الوعظ والإرشاد، هذا الذي يعتني اعتناء كبيرا بتوعية المرأة فكريا ودينيا وثقافيا. بفضل الله لم يقتصر دورنا على المساجد فقط. نحن للعلم بفضل الله عندنا 40 موظفة مثبتة، ما يعادل في الشهر 1600 ندوة شهريا. لم نقتصر على المساجد، بل بفضل الله انتقلنا إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال طابور الصباح أو خلال الحصص عند الطالبات إذا المدرسة متغيبة أو ما شابه من ذلك، بالتنسيق أيضا مع المدرسة والمديرية في المنطقة. كذلك لم يقتصر دورنا الحمد لله فقط على المدارس، انتقلنا إلى معظم الوزارات، وزارة طبعا التربية والتعليم، وزارة الصحة بفضل الله عز وجل، والشؤون
الشؤون الاجتماعية وما شابه. ولينا أيضا هناك بالتوافق مع الوزارات درس أسبوعي أو معدل درسين في الشهر على حسب طبيعة العمل أو ما يقتضيه مصلحة العمل بفضل الله عز وجل لقسم الوعظ. يعني فحوالي 90 مؤسسة 40 مؤسسة عفوا نتواصل معها على مستوى القطاع. عرفنا دورنا الحقيقي فنزلنا إلى نزيلات السجون بفضل الله عز وجل. ولنا في هذا الشهر الطيب المبارك أيضا شهر رمضان الكريم لدرس أسبوع لنزيلات السجون للأخوات، نعمل لهم حلقة تحفيظ نوعيهم بدورهم والأمانة والتوبة وما شابه بفضل الله عز وجل. هذا يعني قسم الوعظ، غير دور الارتقاء بالموظفة نفسها والعمل على الارتقاء بها إداريا ومنهجيا، دورة في العقيدة، دورة في السيرة، دورة في اللغة وما شابه، حتى في بنسميها التنمية البشرية لهذه الأخت الموظفة، لأنها حق علينا أنه إحنا نرتقي بكوادرنا حتى تستطيع أن تؤدي دورها الذي أنيط إليها بالعمل بأمانة ومسؤولية. نعم يا أختي. الآن هذا بالنسبة يعني لقسم الوعظ. لا لو سمحتي لي أسألك يعني اتفضل. أنت ذكرت نماذج من أمهات المؤمنين، قلت عن ستنا خديجة رئيسة وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت عن نعم. عائشة معلمة الرجال عليهن السلام، بدنا نقول أنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وذكرت مثال من أمهات المؤمنين أم سلمة وغيرها من الصحابيات الجليلات نسيبة المازنية وغير ذلك. كيف انقلب المفهوم عند المسلمين الآن إذا كان سلفنا الأول رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام اعتمد النساء، والله سبحانه وتعالى ذكر ليس ذكر النساء وإنما ضرب المثل بقدوات من النساء مثل ستنا مريم عليه السلام ومثل بلقيس اللي هي كانت ملكة سبأ وغيرهما، امرأة فرعون وامرأة العزيز في مصر، فذكرت النساء ودور عظيم كان للنساء. كيف انقلب هذا المفهوم في أذهان مشايخ العصر الحديث، خلينا نقول بهذه العبارة، وصاروا يقولوا لا المرأة لا في البيت، والمرأة لتربية الأولاد، والمرأة فقط مهمتها العظيمة هي داخل المنزل وإلى آخره. كيف هبط هذا المستوى من الفهم لدرجة أنهم في فترة من فترات التاريخ الحديث المعاصر ألغوا مساجد النساء، ما في تقام مساجد كبيرة كانت تقام وليس فيها مكان للنساء. كيف يا أختنا بدنا نسأل كمان، هل يوجد مساجد للنساء في قطاع غزة؟ كأنها أختنا ما سمعت السؤال. نعم، إعادة السؤال لو سمحت. يعني بنعيده باختصار، يعني المشاهد سمع السؤال كاملا. الحين ذكرتي أنت أمهات المؤمنين، هذه رئيسة وزراء ستنا خديجة وعائشة معلمة. نعم، هذه المقدمة سمعتها. نعم بدنا نقول كيف انقلب المفهوم في ذهن مشايخ هذا العصر اللي يقولوا المرأة فقط للبيت، المرأة فقط لتربية الأولاد، والمرأة لا يجوز أن تذهب إلى المسجد، المرأة لا تذهب للزحام في المسجد الأقصى. كيف انقلب المفهوم يا أختنا؟ وهل في غزة مساجد للنساء؟ أخي الكريم، يعني نقول كيف انقلب هذا المفهوم، لابد أن نرجع للإخوة ونسألهم بذلك. ما الذي انقلب المفهوم لهم؟ أتصور أنا هي نظرة ضيقة أو عدم دراسة واعية أو أخذ برأي من الآراء هو الذي دفع. لا نقول مشايخنا في هذا العصر، كثير من الإخوة حفظهم الله يشجعوا على عمل المرأة وخروجها للدعوة وخروجها إلى المسجد ضمن ضوابطها الشرعية التي وضعها الشارع سبحانه وتعالى للمرأة في خروجها. فأقول هذا يحتاج من العلماء نظرة أو جلسة أو حوار أو نقاش بجلوسهم لمداولة هذا الأمر. إن كان هناك مجموعة من العلماء تمنع خروج المرأة أو تمنع ذهابها إلى المساجد، فهذا يحتاج بين إخوتنا الأفاضل العلماء من يتبنى أو يعني يؤيد خروج المرأة أو يسمح ما سمح لها الله سبحانه وتعالى بالخروج ضمن ضوابطها الشرعية. أما على قضية المساجد في قطاع غزة، نقول بفضل الله عز وجل ومنته لا يكاد يخلو مسجد في القطاع إلا وله مكان مخصص للنساء، لا يكاد، سواء
في هذا المسجد حلقة تحفيظ أو في هذا المسجد دروس للوعظ بفضل الله عز وجل. فتقريبا كل مسجد في قطاع غزة له درس أسبوعي، إن لم يكن درسين، درس للجامعات والثانوي ودرس للنساء. وعلى مدار الأسبوع هناك يعني إن شاء الله حتكلم عندما أتكلم عن دورات أحكام التلاوة، وهو المديرية الأخرى أو الدائرة الأخرى في العمل النسائي، قسم دورات أحكام التلاوة والتجويد. عندنا أخوات على مدار الأسبوع يتعلمن كيف يقرأن كتاب الله عز وجل. فأقول نعم، نحن بقطاع غزة لا يكاد يخلو مسجد إلا ويؤسس فيه مكان للأخوات ويجهز، ونحن النساء كما نقول ننتزع حقوقنا انتزاع، لأن هنا فكرة أن الرجل يعني أفضل أو أن الرجال هم الذين يصلون والنساء مرة واحدة أو كذا، ولكن نحن بجهود أخواتنا جزاهم الله خيرا من جمع تبرعات بتأثيث المسجد ووضع أيضا مراوح وتهيئته للنساء نبذل جهودا، وأهل الخير لا يبخلوا علينا بذلك. لكن أقول كفكرة أو كمبدأ في قطاع غزة الكل يؤيد أو يسمح بوجود أماكن للنساء في مساجد الرجال. نعم يا أختنا، يعني بدي أقول أنا أخالفك شوية الرأي وأقول يعني المشكلة مش في الرجال، يعني المشكلة في المرأة. يعني لماذا تنتظر المرأة أن يجتمع العلماء اللي أنا بحبهم وبحترمهم وبقدرهم، لماذا تنتظر المرأة أن يجتمع العلماء ليفسحوا لها مكانا أو ليقولوا رأيهم في الموضوع، طالما أن الإسلام قال الرأي، طالما أن الإسلام قد حكم ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول ليس فيه مكان للنساء فحسب، بل كل المسجد مفتوح للرجال والنساء. الكعبة المشرفة كلها مفتوحة للرجال والنساء، الرجال والنساء يطوفون حول الكعبة معا، المسجد الأقصى المبارك مفتوح للرجال والنساء. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون في كل مسجد واعظة كما أن في كل مسجد إمام. لماذا ننصف الرجال ولا ننصف النساء؟ لماذا يعين مئات الأئمة في مساجدنا، وعلى سبيل المثال قطاع غزة بجوز 40 واعظة، والضفة الغربية تقريبا نفس الشيء، يعني عدد الواعظات الموظفات في الأوقاف قليل جدا. أنا اجتمعت يوما ما في اجتماع عام للوعاظ والواعظات والأئمة، يعني كان نسبة الواعظات قليلة جدا، يعني بديش أقول مثلا 40 ولا 50 ولا 100 مقابل 2000 إمام مثلا، يعني مقابل 2000 إمام وخطيب ومدرس. فبدأ أقول أنا في ذلك الوقت تصورت لو أن هذا الاجتماع لوزارة الصحة كان عدد النساء ربما يكون يساوي عدد الرجال أو أكثر، لو كان الاجتماع لوزارة التربية والتعليم لكان عدد النساء يساوي عدد الرجال أو أكثر. فلماذا نقول أن الإسلام أنصف المرأة ولا نجدها منصفة في الوظائف الدينية؟ يعني أنا لا أضع العتب على الرجال نهائيا، لأن المرأة لا ترفع صوتها. يعني احنا فتحنا المجال في عبر شاشة هذه الفضائية لبعض الأخوات، وإحنا نتمنى أنه يكون عندنا مدى أوسع نستمع من كنا، فبدنا صوت المرأة. أين صوتك يا أختنا أم براء؟ يبدو أن علي أن أختصر مداخلاتي كالعادة، ولكني أنا يعني عاطفتي نعم تشتد في مجال مثل هذه الدعوات. يعني هناك في مجتمعاتنا نوع من الإهمال لقضايا المرأة. بدي أسأل سؤال آخر، ننسانا من السؤال هذا حتى لأن الوقت يعني قارب أن يداهم. يا أختنا، يعني هل هناك تعاون بين العمل النسائي في وزارة الأوقاف والمساجد وبين لجان المرأة الوطنية والمؤسسات المدنية؟ أقول أخي الكريم بالنسبة لقضية المرأة، يعني نعتبر نفسنا إحنا كما قلت كلامك منطقي وواقعي بالنسبة لمؤسسة التربية والتعليم ومؤسسة الصحة وما شابه من ذلك، ولكن أقول نحن انتقلنا نقلة نوعية. منذ 2006 لم يكن هناك سوى واعظة واحدة في وزارة الأوقاف، واعظة واحدة كانت تحمل يعني مسمى واعظة ومحفظة، والعدد قليل جدا. ولكن الآن أعتبره أنا قياسا بالإخوة هو عدد قليل، ولكن أقول
نحن لابد أن ننتزع حقوقنا انتزاعا، وأن تقتحم المرأة يعني أماكن عديدة. فنحن يعني أصبح عندنا الحمد لله يعني مدير عام للمرأة، ولم يكن يقبل الإخوة ذلك، أصبح عندنا مدير دائرة، رؤساء أقسام للأخوات. هذا يعني يعتبر يعني تغيير مفهوم عند الإخوة، ولكن يبقى نظرة الإخوة أقولها بصراحة أن المرأة نظرتهم نظرة مادية، أن المرأة هي لا تقوم على عائلة، الرجل هو الذي يقوم بعائلة ويصرف عليها، فالأولى أن تكون الوظيفة للرجل وليس للمرأة. وصدقا هذا موجود عند كثير من الإخوة عندما تأتي وظائف العديدة لوزارة من الوزارات، فيكون نصيب الأسد للإخوة، ويكون النظر نظرة مادية وإعالة أسرة والقيام على شؤون البيت. ولذلك أقول نحن فعلا كما قلت لك في بداية حديثي، نحن ننتزع حقوقنا انتزاعا، لكون أن فكرة أن المرأة ليست هي مجرد أنها ستقوم بتربية يعني أن تصرف على بيت أو تعمل على بيت، وإنما هي امرأة تغير مفهوم وفكر لهذه المرأة، توعيها بدينها ودورها الحقيقي، فهي تحمل رسالة وأمانة عظيمة، ليست هي مجرد وظيفة تتقاضى عليها راتب، وإنما هي أمانة ومسؤولية أوكلها الله سبحانه وتعالى، وحملها أمانة عظيمة كما حملها لهذا الرجل. نقول إن شاء الله نحتاج إلى خطوات يعني سريعة وخطوات جريئة بإذن الله، حتى يصبح هناك توازن في العمل الإسلامي ووظائفه كما عند الرجال إن شاء الله. طبعا أختنا يعني أضيف على كلامي وكلامك بأن المرأة تخرج ليس لحاجتها، حاجتها هذا جزء من أسباب الخروج، ولكن حاجة المجتمع. نعم. المجتمع بحاجة إلى المرأة، المرأة التي نعم. نقول عنها نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، بحاجة إلى من يعلمها، بحاجة إلى من يعالجها، بحاجة إلى من يساعدها. يعني المرأة أن تعلمها امرأة، وأن تربيها امرأة، وأن تداويها امرأة، هذا من أسس الدين. يعني حاجة المجتمع لخروج المرأة أكثر من حاجة المرأة إلى أقرب إليها. نعم، وهذا الذي لابد أن يعني تكون ثقافة المجتمع عند إخوتنا ورجالنا ومشايخنا، أن الحاجة ليست هي حاجة مادية، وإنما هي حاجة فكرية، وخاصة أن معاول الهدم في مستوى العالم تسلط كل أضواءها وأموالها ضد المرأة لتنحى بها جانب، لأنها تعرف حقيقة دور المرأة بما تؤثر به على المجتمع. فالأم لها دور عظيم في تربية الأجيال، فهي التي تصنع وتؤسس، وهي محضن أو مصنع للرجال هذه المرأة. فإذا كانت صاحبة فكر نظيف ووفق دينها ومنهجها، فهي أيضا حتما ستربي رجالا عظماء أقوياء، وهذا ما لا يروق للأعداء لا من بعيد ولا من قريب. فنحن إن شاء الله نكون قادرين أن تأخذ المرأة دورها في المجتمع، فتكون تحمل كل المجالات حتى تستطيع أن تأخذ بيد المرأة إلى بر الأمان بإذن الله. هل هناك تعاون بينكم وبين لجان المرأة في العمل الوطني والمجتمع مؤسسات المجتمع المدني؟ نحن بفضل الله عز وجل أقول ولا بدون يعني مبالغة ولا إعلام، هناك تعاون الحمد لله رب العالمين، ومن عام إلى عام يكون التعاون أعظم في كثير من المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية، نتواصل معها، ونحن فتحنا معها باب التواصل. وزارة الشؤون الاجتماعية لجان المرأة كلها نتعاون معها على مجال الوعظ في هذا الشهر الكريم كل أسبوع درس، وعلى مجال دورات أحكام التلاوة والتجويد عندنا دورات عديدة يعني في هذه. الآن بدي أسأل يعني في مجال حقوق المرأة الخاصة، في مجال حقوق المرأة، يعني هل تعطوا دروس نعم. في مجال حقوق المرأة توعوها بحقوقها، حقها في الميراث، حقها في اختيار الزوج، حقها في التعليم؟ نعم نعم أيوة. وهذه بفضل الله، هذا بفضل الله عز وجل. قبل شهرين كان لنا دورة تكلمنا فيها عن اتفاقية سيداو وحقوق المرأة. كان لنا أيضا دورة عن الميراث وميراث المرأة وحقها الشرعي فيها. وهذه الأمور الحمد لله من ضمن الخطة الاستراتيجية لنا في الإدارة العامة للعمل النسائي، ومن ضمن المرحلية لعام 2012. فهي بصدد تنفيذ دورتين في شهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر إن شاء الله للميراث، وهي دورة ستكون طويلة الآمد يعني ساعتها كبيرة، وكذلك دورة في حقوق المرأة أو المرأة ما بين الحقوق والواجبات، وفي حقوق الإنسان ماذا لها وماذا عليها، ومقارنتها بما أقره الإسلام لها إن شاء الله. أختنا كفاح،
أم البراء مدير عام الوعظ أو مدير عام العمل النسوي في قطاع غزة، جزاك الله خيرا على هذه الطلة البهية وعلى هذا النور الساطع على مجال العمل الإسلامي النسائي. ونسأل الله أن يأخذ بأيديكم، ومثل ما قلنا يعني إخواننا اليوم محمد الغلبان وأم البراء أختنا كفاح نسونا الحصار، لأنه يعني هناك خلية نحل تعمل من الشعب الفلسطيني في أرضنا المقدسة، في مساجدها وفي مدارسها وفي أماكن تواجدها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أشكرك وأشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وكما أكرر الشكر للأخ محمد الغلبان الذي ودعنا قبل منتصف الحلقة. وأذكركم كما أذكركم في كل يوم أن في شهر رمضان في كل يوم دعوة مستجابة لمن ستجعل دعوتكم في هذا اليوم. لا تنسوا أسراكم، لا تنسوا شعوبنا العربية المعذبة، لا تنسوا الإنسانية المعذبة بغياب شمس الإسلام. توقعوا دائما الخير والبركة، ادعوا الله في أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تنسوني من دعائكم. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بعد 2 ظهرا مع مساجد أخرى ورجال ونساء من أهل الأرض المقدسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.